ابويا مش عايز يشوفني. رسالة من او مسج من المسجز اللي استوقفتني، من ضمن رسائل كتيرة جدا جات لي على الستوري اللي كنت حاططها من كام يوم. خليني اقول لكم الاول تحليل الردود اللي جات لي. انا جالي تقريبا 99% كلهم ستات مقمعين، اللي بيقول لا يا ده على الاب وعلى الام مع بعض، ساعات الام اللي بتمنع وساعات الاب بيبقى مش عايز يشوف، بس النسبة الاكبر كانت ان الاب مش عايز يشوف. الرسالة اللي استوقفتني هي جت من 2 شباب في العشرينات تقريبا، بيقولوا ابويا اللي مش عايز يشوفني من ساعة ما هو وامي اتطلقوا. في ناس بتقول من 7 سنين وفي ناس بتقول من 9 سنين. حاجة توجع القلب. انا مش عايز اعمم، بس اكيد مش دي كل الابهات، اكيد مش ده كل الرجالة اللي عايشين في مجتمعنا، اكيد مش هو ده، لان انا نفسي بشوف ناس من صحابي او من الناس القريبة مني في حالات انفصال وستيل على علاقة طيبة باولادهم. يا جماعة طب هو فين صلة الرحم؟ بلاش صلة الرحم. هل ده معناه ان كل الحوادث او الحاجات الغريبة اللي بقينا بنشوفها دي سببها علاقات غير سوية او غير مكتملة واطفال ما بتشوفش ابهاتها لحد ما كبرت؟ اعتقد طب هل ده معناه ان قدام شوية، اللي هو بما ان النسبة دي زايدة جدا دلوقتي وان في ابهات كتيرة جدا دلوقتي ما بقتش بتبقى عايزة تشوف عيالها بعد الطلاق، هل ده معناه ان احنا قدام شوية لما هيكون بقى الاطفال دي هي بقت المجتمع والشباب اللي موجود دلوقتي هيبقى المجتمع كله بقى غير سوي؟ طب احنا طب هم ذنبهم ايه؟ احنا اصلا ما استأذناهمش قبل ما نطلقهم، قبل ما استأذناش العيال دي قبل ما نخلفها، سوري. ثانيا بعد ما طلقنا ما استأذناش العيال دي ان احنا مش هنشوفهم تاني ولا هيبقى لينا علاقة بيهم تاني. انا مش هدخل بقى مين بيصرف ومين ما بيصرفش ومين اللي شايل ومين مش شايل، مش هي دي قصتي دلوقتي خالص، مش هي دي قصتي. انا اللي شايفه دلوقتي ان في اطفال احنا بندمر مستقبلها ونفسيتها علشان الله اعلم بقى اب عايز يعيش حياته ولا اب بيعند مع طليقته ولا ايه بالظبط. الموضوع مؤذي نفسيا. يعني هو لما يأذي نفسيا طفل لسه عيل صغير، يا جماعه انا اعرف ناس طلقت وعيالها لسه في اللفه. طب لما هما ما بيسالوش على عيالهم ولا بيشوفوا عيالهم لحد دلوقتي، طب العيال دي هتبقى عارفه ابهاتهم اصلا ازاي؟ مش عارف، حاسس ان الموضوع محتاج يعني طب صلة الرحم اللي ربنا قال عليها، ده صلة الرحم دي بنتكلم فيها بس مش في العيال، احنا بنتكلم في الاخوات وفي الاعمام وفي الخلان وفي كل الكلام ده. لما احنا بنتكلم في كده، لما بالك بقى الاب او الام الاب هو اللي ما بيسألش على عياله او مش هيشوف عياله. يا جماعة اتقوا الله في عيالكم، اتقوا الله في عيالكم، اتقوا الله في عيالكم وفي نفسيتهم وفي احساسهم وفي مشاعرهم. حد فاهم حاجة؟